النهارده مقارنة أحسن بسطرمة في مصر. تفتكر أنا عملت المقارنة دي ليه يا مصور؟ ليه؟ أنت بتحب البسطرمة، رحت للراجل بتاع السوبر ماركت قلت له بعد إذنك يا عمو أنا عايز ربع كيلو بسطرمة. قال له قلت له عمو. راح باصص لي كده وقال لي عايز أي شركة يا ابني. قلت له ابنك؟ يا ابني قلت له ابنك؟ قلت له هو الموضوع صعب قوي كده؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فجبت ادي 1 2 3 4 5 6 شركات بتعمل بسطرمة، بنبدأ من 800 جنيه وبنوصل ل 1100 جنيه. وطبق بيض. سيبك من البيض جوه. فيلا بينا نبدأ من الأرخص للأغلى. هقول لك الشركات، هنفصل بين كل طعم وطعم. بس تسألني عن محسن هل أنت من أكل البسطرمة؟ أقول لك أنا باكلها بس ما بحبهاش، يعني باكلها. لكن لو تخيرني بين اللانشون والبسطرمة أقول لك لانشون. فيلا بينا يا مصور، يلا بينا. طيب أول شركة معانا فريش فارم بسعر 840 جنيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا مصور، نفتح من هنا أحسن. قرب كده يا مصور، هي فين؟ بص الرفع. فهنقول بسم الله، ودي أجمل لحظة بحبها. فريش فارم 840 جنيه. حدا قوي. ما هي ستي أنا بشرح لهم بقى، هي كده كده بتتملح فنخليها على جنب. نفصل. هقول لك ليه، عشان هي بتبقى متغطيه بره بطبقه فيها ملح. فايدة رفيدة اكيد. فايدة دي أول مرة أسمع عنها. فايدة دي ب 840 جنيه برضه. ليه؟ ما أنا أروح أجيب كيلو لحمة. كيلو إيه؟ أروح أجيب 2 كيلو لحمة. هنعلقهم في البلكونة. والله. تعالي بسم الله. ذوق. بسم الله. لازم تبقى حدا. لا دي عضة اللحمة باينة قوي فيها. بعد ما جربنا اول نوعين عشان تبقى معايا في الصوره، هو المفروض البسطرمه بتتعمل من عرق التربيانكو او الفريتو. دي اول حاجه. الصح ان هي ما يبقاش فيها عروق من جوه كتير. اللون بتاعها، كل لما البسطرمه بقت ناشفه او جافه ما فيهاش ميه كتير، ده معنى ان هي اتملحت صح واتخزنت صح. طبقه الملح اللي بره المفروض درجه الملوحه تبقى متوازنه، ما تبقاش حادقه قوي ولا درعه قوي. طبقه الملوحه تبقى متوازنه. فيلا بينا ادينا ماشيين واحده واحده. القشره الخارجيه المفروض تبقى ماسكه على البسطرمه. فيلا بينا نخش على اللي بعده. تالت واحد معانا اللحمه ب 845 جنيه، يعني زدنا 5 جنيه. بص هنا تحسوا القطعيه مختلفه شويه. اللون نفسه انا عايز برضه اقارن لك اللون. بص اللون يمكن ما يبانش في الكاميرا قوي بس هو باين في الحقيقه. يعني مثلا ممكن نمسك الحته دي، بص هنا تلاقي الدنيا غامقه شويه عندي، فاهم؟ فهندوق ونقول بسم الله. دي انشف من اللي فاتوا بكتير. بص كده مصور، انشف من اللي فاتوا بكتير. فندوق ونقول بسم الله. دي الملح فيها مظبوط، ولا حادق قوي ولا درع قوي. فيها جزء، تحس جزئيه النساير كده، ما فيهاش عروق كتير. فاللحيم لذيذ، اللحيم لذيذ يا مصور. بعد كده نفصل ونخش على ريتش فود ب 880 جنيه. هنا بقى دراي اكتر، تصدق يعني ناشفه اكتر من اللي فاتت، ما فيهاش ميه. اللي فاتوا كانوا تحسهم. فعنده دي، ده كل واحد بشكله وباللون وبطعم. ايه ده طلع علم من بسطرمة، علم. طب انا من موقع هذا بوجه رسالة، لو حد عنده مصنع بسطرمة انا عايزك اصور عندك. تمليح، تخزين، نظافة، يعني هنصور كل حاجة من موقع هذا، من السفرة دي. خامس واحد معانا تيست بيور ب 935 جنيه. انت شايف النطة؟ نطة رهيبة. بس هنجرب ونشوف. ده هنا الدنيا هتلاقي شريحة مختلفة شوية عن اللي فاتوا، تحسها عاملة زي البطارخ بتاعت البول بالطول كده. دي ناشفة بقى شوية عن اللي فاتوا قوي. احنا كل ما بنغلى الدنيا بتنشف اكتر، وده بيدل ان هي اتملحت او قعدت فترة تمليحها زي ما قال الكتاب. يعني حتى بصوا، يعني ممكن اقارنها مثلا باول واحدة.
بصوا مم. ناشفه، حتى ناشفه. بص هنا، مم. هنا. بصوا من كتر الطراوه لزقت في بعض. بص دي، استنى. دي حتى في التخزين لو جبت دي كمية التخزين احسن. كل ما بتبقى ناشفه كل ما تبقى تخزينها افضل. ندوق. حلوه قوي دي، حلوه قوي. دي مظبوطه على الشعره، ولا فيها عروق. ده حتى لونها اهو، ولا فيها عروق تشد. ريحه حلوه، قوام حلو، متجففه صح. فدي حلوه، دي اتثابت لحد اما ايه المزاج هدي. تخليها دي على جنب قوي. حلواني 1050. عايز اقول لك الشريحتين اللي انت مستقلهم دول مصور بكام؟ دول ب 33 جنيه. ليه يا عم كنت البيت بكام؟ 150 جنيه. طيب طيب ايه يعني منه. ارخص ايه؟ فيلا بينا ندوق. بص هنا الموضوع غير، يعني تحسه مختلف شويه عن اللي فاتت على طول. بس هندوق ونشوف. فهندوق. حانت لحظة الحقيقة، اللحظة اللي ما بحبهاش، اللحظة اللي بخاف منها. ناخد بس بق مية. بالنسبة لي وهو سعره عالي شوية، تيست بيور. تيست بيور انت فين اهو. عجبني. بسطرمة ناشفة، مش ناشفة يعني ما فيهاش مش طرية زي ما قال الكتاب. الملح اللي عليها الحرف مظبوط، تمليحتها نفسها مظبوطة، مش زيادة ولا قليلة. ما فيهاش عروق في البسطرمة نفسها تتقطع على شوية بيض وتاكل وتقول ألف هنا وشفا. تيست بيور لذيذ. اللحيمي حلو. ومين ده؟ ريتش فود كويس. بس انا بالنسبه لي التوب تيست بيور. هل ده معناه ان الشركات التانية وحشه؟ لا، حلو. بس انا وريتك الفروقات البسيطه اللي بين نوع ونوع. لو انت هتخزن بسطرمه فانت محتاج حاجه ناشفه. طب لو انت هتاكلها على طول، هات اي نوع. هات الطري ده بيتقطع بسهوله، بص، بيتحط على شويه بيض يا باشا وتاكل. كلهم حلوين، كلهم شركات تقدر تنافس. بس انا قلت لك الفروقات البسيطه. واوعى اوعى اوعى تاكل بسطرمه زي ما باكلها، ده غلط. سويها يا باشا في شويه سمنه، طقش عليهم بيضتين كده حلوين وقلب واعمل احلى سندوتش. انا بس كنت بدوق عشان ما ينفعش ندخلها في موضوع البيض، يعني مش موضوع ايه يفرط منه. فبس عايز حاجه تانية مصور؟ البسطرمه دي كلها عشانك كمصور. انت كلتها ما شاء الله. اشوفك فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر. وهل كان في فرق النهارده في قول لي انت، في فرق ولا مفيش؟ يلا سلام. سلام.